بوي ساوند جارد. استلام من كيتا بالدي، الكرة الخطيرة اللي كانت من لولتش. كيتا بالدي، الانذار ياتي، ولكن الهدف الاول ياتي مع الانذار الذي كان من خلال هجمة لولتش، ويسجل كيتا بالدي في فكر سيموني انزاجي بعد مرور 12 دقيقة. شوف هنا الدنيا مفتوحة في وسط الملعب من جانب لمهارة هذا اللاعب السنغالي كيتا بالدي اللي بيسجل في هذه المباراة بعد مرور 12 دقيقة. هذه كرة تمريرة من خلال مهارة ومن خلال استلام، وادي امامنا اهو الراجل وسط 3 لاعبين عدى من فاتسيو لمميز. محمد صلاح المهارة ممكن يكون لها دور وتدخل وروديجر وركله الجزاء المرة دي لستروتمان. واحد ليس هناك ركله جزاء، ليس هناك ركله جزاء، لأن ما حدث هنا في هذه اللقطة يعني كرة، لكن هي ركله جزاء. دانييلي دي روسي ركله جزاء. يا ولد، التعادل هنا قبل النهاية. روما لم يكن الأفضل، ولكن هنا دي روسي يجعل روما يخرج بأفضل نتيجة. الشوط الأول لم تكن موجودة من قبل لاعبي لاتسيو في تدخل كان من جانب ولس مع ستروتمان اللي سقط ستروتمان وأورساتو احتسبها، ودي روسي يسجل التعادل في الدقيقة 45. هذه هي يعني ويمر، لكن مرة تانية تعود إلى باستا خطرة جدا. تسديدة، أخطاء دفاعية، والكرة تعمل يعني تعمل الصعب على حارس المرمى تشيزني، تغير اتجاهها. ادي كرة من دوسان باستا الصربي اللي بيضع هذه 50. شوف نادي روما بيبدأ وبقوة ويضيع تيكو، ولكن تأتي كرة إلى اللاعب باستا عشان يسجل هدف تقدم للاتسيو. لكن فين الأدوار الدفاعية؟ فين الرقابة؟ فين إيمرسون؟ هذه أول مستمر للمشاكل. وادي لوليتش، وادي العرضية الثالث للشوارع تؤدي إلى مرمى نادي روما النهارده في ظل هذه الأخطاء وفي ظل هذه الإخفاقات الكبيرة. كيتا بالدي ينهي ويحسم الأمور في هذا الديربي في الدقيقة 85، وهذا هو نجم المباراة الأول يعني بدون منازع. ليس كيتا بالدي، هو كيتا بالدي.